في مسرح الإبداع في مدينة سوكنة، حيث يعرض كل ما هو مواليا لإبداعات الشباب، افتتح معرضا للوحات الفنية احتضنه راديو سوكنة FM. تضمن المعرض مشاركات واسعة من أعمال وإبداعات فنية من مختلف مناطق الجبرة. في هذا المعرض الذي يتبناه أو ينظمه راديو سوكنة، ولأول مرة راديو في الشفرة ينظم احتفالية أو يحتفل بجميع المناشط، مش مخصص لبرامج ثقافية أو برامج رياضية أو أي حاجة مسموعة، بل هو في جميع المناشط كمعارض كاحتفالات مشاركة في كل شيء. بخطوة جديدة أطلقها راديو سوكنة بتبنيه معرضا ضم أكثر من 180 لوحة تعرض إبداعات وأفكار الموهوبين ترجمتها ألوان زاهية. طبعا المشاركات في حدود 7 مشاركات، وكان عدد اللوحات تقريبا 180 لوحة. صراحة في قمة الإبداع من كافة أنحاء الجفرة، يعني من هون ومن ودان ومن سوكنة، يعني فاجئونا بصراحة بالفن الرائع. لوحات إبداعية أجمل ما فيها ألوانها وأفكارها، فالمشاركين تفننوا في رسم أفكارهم. طبعا انطباع اللوحات واضح، كلها رسوم مسميها. طبعا كنت داير فكره في الاصل بندير حاجه اسمها اصدقاء الفيس، ونرسم مجموعه من الاصدقاء متنوعين من جميع انحاء الوطن العربي، وفيهم من جميع انحاء العالم. الإبداع والتعبير التشكيلي والغوص في الألوان واللوحات والمشاهد التعبيرية يجعل كل من زار هذا المعرض يلوح بأنظاره في زوايا تظهرها تلك الرسومات. لم يقتصر دور راديو سوكنة FM على تقديم المواد الإعلامية، بل امتد إلى إقامة عروض ومناشط ثقافية تهدف إلى عرض كل ما هو جميل. صقر عبد الله لقناة ليبيا بانوراما، مدينة سوكنة.